السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة جبت لكم طريقة الفلافل او الطعمية، بس هنعملها بالطريقة المصرية اللي هي بالفول المقطع او المدشوش حسب ما تسموه. طبعا في بلدان كتيرة جدا بتعمل الطعمية وهي من اكلات شعبية، ولكن بيعملوها بالحمص بيبقى طعمها مختلف طبعا. فاللي بالفول بتكون طعمها احلى. النهارده هنعملها بالفول. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقتها مع بعض وهنعرف كل الاسرار بتاعتها وازاي تكون فلافي كده. بس يا ريت قبل ما نبدأ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس. ويلا نبدأ على طول في الطريق. اول حاجة هبدأ بيها هي الفول المقطع، ده البراند اللي انا بستعمله. ده وزنه حوالي 850 جرام. انا هستعمل العبوة كلها. طبعا انتوا ممكن تجيبوه من عند العطار، ولكن انا هنا في امريكا بجيبه من عند محلات العرب. ببتدي انقيه زي ما انتم شايفين كده، برضو مهما كان مغلف بيبقى فيه قشر من الفول، بنقيه وبعد كده ببدأ اغسله واغير المية كذا مرة. كل ما احط مية الاقي مثلا لسه فيه قشر موجود بيطلع على الوش، بشيله زي ما انتم شايفين كده وبغير المية بتاعته كذا مرة لغاية ما المية تكون نظيفة. وبعد كده هحطه في مية تكون مغطياه واسيبه منقوع. يفضل طبعا ان يكون يوم كامل 24 ساعة، ولكن لو انتم مستعجلين ممكن تخلوه 12 ساعة. اهم حاجة يكون قوامه سهل في التقطيع بايديكوا زي ما انا عملت كده. بالنسبة لبقى باقي المقادير هحتاج لبصلتين وحوالي 10 فصوص من الثوم وحوالي 4 من البصل الاخضر، طبعا انا مستعملاه بدل الكرات. وهحتاج كمان لشويه صغيرين من البقدونس وشويه صغيرين من الكزبره الخضراء. ما بستعملش خضره كتير علشان ما تبقاش تقيله معانا وتبقى فلافي. وبعدين ببدا اقطع المكونات اللي معايا بالشكل ده، حاجات كده بسيطه عشان تسهل عليا في الفود بروسيسور. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقطع كل حاجة وبس كده. دي كل المقادير اللي انا هحتاجها. طبعا الفول بسيبه منقوع، انا نقعته حوالي 24 ساعة، ما كنتش مستعجله عليه فسيبته براحته. ولكن انتوا لو مستعجلين ممكن تسيبوه 12 ساعة مثلا او ممكن 6 ساعات، بس اهم حاجة يكون القوام بتاعه يتقطع معاكم بسهولة عشان يسهل عليكم. وما بحطش المقادير كلها مره واحده في الفود بروسيسور عشان ما يبقاش تقيل عليه. بقسم الفول واقسم برضو البقدونس، البصل الاخضر والبصل العادي والثوم، وبعدين اضربهم مع بعض وارجع اضيف نفس الشيء مع باقي المقادير. انا قسمت تقريبا الفول على 3 مرات، ونفس الشيء برضو الخضره قسمتهم على 3 مرات. ولو حسيتوا ان مثلا الطعميه فاتحه معاكم زياده عن اللزوم ممكن تزودوا لها حاجات بسيطه جدا من الخضره، ولكن ما تكتروش عشان ما تفكش منكم. بالشكل ده كل فتره بنزل اللي في الجوانب بالسباتشولا علشان اتاكد ان كل حاجه اختلطت مع بعض. وبعدين هبدا اضربها تاني. سهله جدا بسيطه، مقاديرها بسيطه قوي وكمان متوفره. يعني انا هنا لما باجي اجيب فلافل بتكون بالحمص بتبقى طعمها مش حلو خالص، فطبعا اللي بالفول بيكون طعمها احلى كتير. شايفين لونها عامل ازاي؟ هو ده اللون المطلوب، ما تحاولوش تخلوها اغمق من كده عشان ما تفكش منكم. ده قوامها، ما زودتش اي ميه ولا اي حاجه وبس كده. وببدأ اعمل باقي الكميه بنفس الطريقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتكون العجينه كلها جاهزه معايا. دلوقتي بقى هبدأ أضيف معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وبعدين هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما كل حاجة تندمج. المقادير دي اكتفت معايا بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. حاولوا ما تكتروش عشان الملح ما يخليهاش حادقة زيادة عن اللزوم. هي كده مقادير مظبوطة جدا. وبعدين في اكياس تلاجة هبدأ اشيل منها واحط في الفريزر. كده احنا عاملين كمية كبيرة فبالتالي تقدروا تخزنوا منها براحتكم. لو انتوا حابين تعملوا اكبر من كده طبعا هتضاعفوا المقادير. بطلع الهواء اللي في الاكياس بالشكل ده واخليها شكلها مسطح زي ما انتم شايفين. وطبعا الاكياس على قد وجبة، كل كيس على قد وجبة واحدة بس بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا بحب اعملها واشيلها عندي في الفريزر واطلع وقت الاحتياج بس. طبعا لونها ما بيغيرش ولا اي حاجه. دلوقتي بقى هوريكم ازاي استخدمها على طول عشان اقليها من غير ما ازود اي بيكربونات او اللي هي بيكربونات الصوديوم. بحط بيضه وبعدين حبه صغيرين من الفلفل الاسود والكمون طبعا اختياري، بحط رشه صغيره وبعدين هقلبهم كلهم مع بعض وبس كده.
طبعا اللي بيديلها الهشاشة والقوام الحلو البيضة. لو انتوا مش حابين تضيفوا بيضة ممكن تضربوها بالمضرب اليدوي قبل الاستعمال، تضربوها كويس جدا، دي تديلها برضو تخليها تبقى فلافي كده وتديلها هشاشة. برضو لو مش حابين ان انتوا تضربوها ممكن تزودوا لها شوية صغيرين جدا من بيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو، ولكن انا عن نفسي ما بحبهاش، بحب هي يا البيضة يا اما تضربوها كويس جدا بالمضرب اليدوي. وبعدين بدأت اشكلها زي ما انتم شايفين كده، وطبعا لازم تكون مية جنبي، واحط عليها شوية سمسم بس كده للتزيين، وانزلها في زيت يكون ساخن، مش شرط يكون غزير بس زيت يكون ساخن. وبعد كده مجرد ما بحط الطعمية بسيبها على درجة حرارة متوسطة لغاية ما تستوي وتديني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا ما بحبش اعملها بايدي اغلب الوقت، انا بس حبيت اوريكم الطريقه بالايد. انا على طول بعملها بالمعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا بتطلع معايا برضو شكل القرص حلو جدا. بس كده دي بتكون شكل الطعميه. طبعا مش قادره اوصف لكم جمالها، بجد رجعتني لايام ما كنت في مصر. طعميه لذيذه وبسيطه وفلافي وطعمها حلو جدا، يعني انا مش عارفه اوصف لكم جمالها. لازم تجربوها وتقولي رايكم تحت في الكومنتات. قدمتها طبعا مع بطاطس محمره وشويه بصل اخضر وخيار وطماطم وكمان شويه مخللات وطحينه، وبدات اعمل ساندوتش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عيش وشويه طحينه. طبعا ما ينفعش نعمل طعميه من غير ما نعمل شويه ساندوتشات. وبعدين حطيت طماطم وجرجير بالشكل ده وبدات الفها رول، وبس كده يكون الساندوتش جاهز معانا. بجد حاجة لذيذة جدا. لو حابين ان الطعمية تطلع معاكم ناجحة وتبقوا ضامنين انها نظيفة، جربوا الطريقة دي وانتوا هتدعولي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ياريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.